جدعان ده في ايه؟ ليه كده؟ ليه العنف ده؟ ليه ريما العنف؟ انا اتخضيت بقى عشان مش معانا النهارده، معلش. اخلص. انت شايفها مفتاح. معلش. ف حاجه يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ايه بقى يا جدعان؟ ايه بقالنا كتير ما بنصورش اي حاجه، مقضينا فيديوهات صغيره. ناس عماله تسال فين الفيديوهات اللي كنت بتعملها، تصور واحنا شغالين كده وبنوري الناس الشغل والدنيا بتبقى ماشيه ازاي. ناس كتير بتطلب مني، انا يعني كنت مشغول الفتره اللي فاتت وبتاع، وقعدنا بقى بنغير العربيه وبنلمع العربيه الجديده وبنصينها. عايزين بقى ننزل بقى نشتغل بقى، نجيب المصاريف اللي احنا بنصرفها دي. عايزين نجيب مصاريف العربيه بقى اللي احنا عمالين نلمع فيها ونصين فيها. فانا قررت بقى خلاص نرجع بقى نعمل فيديوهات طويله تاني ونصور كده الشغل ونظبط الدنيا. ونازل النهارده كده الجمعه، يعني نازل متاخر شويه، الساعه دلوقتي 4، بس هنحاول برضو نظبط الدنيا كده مع بعض. فيلا بينا بقى ايه، نرجع لايام الشقاوه تاني بقى. فاعمل لايك للفيديو، صلي على النبي في تعليق، شير الفيديو على اي منصه بتتكلم عن مجال النقل الذكي، واشترك في القناه لو لسه اول مره تتفرج عليا. يلا بينا. طيب مبدئيا كده قبل ما نبدا الفيديو وقبل ما نعمل اي حاجه، الجو الحر اللي احنا فيه ده، اهم حاجه لازم تكون موجوده في العربيه معاك التلجايه دي. انا مش قادر اقول لك التلجايه دي مهمه ازاي. يعني انا صعب ان انت تنزل من غير تلجايه في الجو اللي احنا فيه ده، تقعد بقى تدور على كل دير ساقع، يا اما تقضيها بقى تقعد تشتري في ميه كل شويه والميه تجيبها وتبرد منك. فدي اعتقد هتفضل معاك طول اليوم. ممكن تخلي مثلا معاك ازازه تانية، يعني ايه، تزود عشان ما تهدرش التلجايه دي، تزود من هنا على هنا، فاهمني، علشان الجو زي ما انت شايف كده. دي من الحاجات المهمه طبعا. بعديها على طول التكييف، فده رقم 1 و2 في شغل الصيف. يلا بينا بقى. تعالوا بقى ايه، نشوف كده ايه مكان رايق نقف فيه ناخد منه اول رحله. هنا تحت الكوبري. خلي بالكم الاماكن اللي بيكون انت مثلا تحت الكوبري، ساعات الجي بي اس يراك ان انت فوق، فممكن يبقى العميل واقف جنبك والبرنامج مش جايبهولك. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها في المكان اللي انت واقف فيه. فانا كده عشان كنت واقف تحت الضله، يعني تحت الكوبري، ولكن ده مش مكان مناسب ان انا استقبل منه اول رحله ليا، لان زي ما قلت لك الجي بي اس ممكن يجيب ان انت فوق الكوبري، فيجيب لك المسافه ما بينك وبين العميل بعيده، رغم ان انت بتكون جنبه على طول. فبرضو ايه، لازم نخلي بالنا يا جماعه من النقطه دي. واي برضو تركايه، برضو الناس القديمه ممكن تكون فاهمه حاجه زي كده، والناس اللي لسه بتبتدي بالنسبه لهم الحاجات البسيطه ديت ما بيكونش هو عارفها. فلازم برضو ان احنا نوضح تعالى كده بقى نشوف مع بعض ممكن ناخد ايه. بص دي مريحة وبالسعر العادل. دي فين دي؟ شيل اوت. بص دي 20 كيلو تشيل اوت، بس مش عند داندي مول. يعني الكيلو هيكون واقف عليك ب10 جنيه، 20 كيلو 200 جنيه. فايه رأيك؟ يلا. مش مشكلة ان انت ممكن تروح عند داندي مول ترجع فاضي، بس ايه، ان شاء الله ممكن نلاقي حاجه هناك مثلا. بس المشكله ان كمان الجمعه والقريه الذكيه مفيش موظفين، فممكن نشوف كده. بس سعرها كويس، يعني انت على طول هتاخد الصحراوي تشيل اوت وتروح ايه، ممكن لو ما لقيناش حاجه ندخل زايد. اصلا ما وافقتش. في يا جماعه رحلات سعرها حلو، بس المشكله زي ما قلت لك ان انت ممكن ترجع من هناك فاضي مثلا بتاع مكان مثلا هياخد معاك وقت. دي 30 كيلو ب 180 اكتوبر، حط له 250. مش انا، لا مدينة نصر؟ انا مش لا
هو جايب لك عربيه ايه؟ اطلع ايه؟ مش انا. مش انا، هي طالبه حد تاني. انا منك، انا ابو ليوه هناك اجيب البنزين يا اخي. يعني اقول لها يلا نطلع؟ اقول لها يلا نطلع؟ ايوه يا عم اطلع، امال ايه انت فهمت؟ ماشي، ما انا كده هاخد مشوار واحد تاني مش انا، مش بتاعي. هو هيجي بقى عشان ياخدها، يلاقيها ركبت معايا. هي ركبت خلاص؟ انا غالي. طب يا عم بس هاخد رزق غيرنا يعني. لا يا عم. اهو يا عم انا خلاص، انا رايح التجمع اهو. انت رايح؟ اه يا مساعد الحال، اخلص عشان ما تضربش. ماشي يلا، عايز حاجة؟ 5 جنيه. يلا. بكرة بقى عشان مش معانا النهاردة، معلش. اخلص. انت شايفها مفتاح. معلش. اعمل ايه؟ عدى عليك بكرة. انا في النهارده. معلش. ما تفرضنيش. خدنا كده مشوار للتجمع. طبعا التجمع يوم الجمعة تشتغل بس بالليل، بس هو المشوار سعره كويس ويطلعني دائري على طول. هو حتى العميل واقف قريب مني، واقف قبل طلعة الدائري، ياخده ونطلع الدائري على طول. السلام عليكم. السلام. استاذ محمد مظبوط؟ استاذ محمد برضه انت. محمد محمد. التجمع صح؟ ان شاء الله. توكل على الله. قصص العربيات دي لا تنتهي. ده حضرتك بتعمل عربية في المركز ده؟ اه عربية ايه؟ ماليبو، هم شاطرين في العربية دي. فيها مشكلة بس عمالة تدي انجن ريديوس باور، فغالبا فيها حساس، عايز تغير الحساس ده عشان يتفك لازم تفك المنفذ، فتاخد وقت. في حساسات فعلا بتبقى في مكان باين، يعني مكان رخم، يعني هو عنده موتور محلول كده يعني في حتة، فلازم تبرد العربية والجو زي ما انت شايف. ماليبو دي اللي هي شيفروليه ماليبو الكبيرة. ايوه ما شاء الله. اللي هي زي الانسجنيا بي كده. بكمل معاه عليه 128، كان الواحد العربية بس برضه وجع قلب. والله وجع قلب. هو كان فيها حاجة، ما كانش فيها اي اوبشن خالص. حط بنزين، نغير فلتر الزيت كل مش عارف قد ايه، بس كنا مدلعينها ومركبين لها ساوند سيستم وسماعات. والجنط الكلام ده بقى من كلام. 30 سنة يعني. كانت لسه بخيرها. كانت العربيات ده ايام حنينة كده. كنت جايبها زيرو ب 12000 جنيه. ما شاء الله. والله العظيم. يعني انت حضرتك من الناس اللي حضرت ال 120 دي ولسه بشوكها. عندي 59 سنة يعني. ربنا يديك الصحة. اشتريت العربية دي من أول ما نزلت كده. مقفل النزلة بتاعت 90. مش الدخلة اللي جاية. هننزل جامعة 590 كده مقفولة. هم قافلينها أصلا بس احنا مش محتاجينها. السلام عليكم. ايه؟ في كارت ولا حاجة؟ لا انت راجع هتخش تاخدها مني. اتفضل معانا. طيب ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. ترجع نفس الرجعة كده اول يمين كده البوابة. تاخد الرخصة. انا حفظت عشان ما الرخصة. هو كده احسن عشان انت عارف كنت خارج من هناك بواب يقعد يقول لك فين طب وانا برجع وادور بقى تدور الرخصة. عليه. اتفضل. ماشي العفو. عربية. الحاجات المهمة اللي انت لازم تاخد بالك منها لما تيجي داخل اي كومباوند ده الرخصة بتاعتك. طبعا ده من ضمن المشاكل اللي ناس كتير بتحصل معاها، ان هو يدخل وينسى رخصته. والاصعب من ان انت تنسى رخصتك بقى يا معلم، ان انت رخصتك تتبدل مع حد تاني. فدي يعني دي الموضوع الايه، الدخول والخروج من الكومباوند مقلق في الحتة ديت. وفي اماكن بتديك كارت، يعني بيبقى مثلا حاطط رخصتك جوه كارت برقم وبيديك انت الرقم ده علشان لما تيجي تاخد
الرخصه بتاعتك خلاص بتبقى لها رقم معين عشان ما تلخبطش مع حد تاني وكده. وفي اماكن زي اللي لسه داخل منها كده خد الرخصه قال لي ماشي، ولما تخرج يبقى خدها وبتاع، فخلي بالك من القصه ديت. نشوف محمد. دي هنا رحلة جوه التجمع 7 كيلو 65 جنيه. انت موضوع لما تسيب رخصتك في الكومباوند ده، بص في الرخصة كويس قبل ما تاخدها. يعني ساعات في ناس بتبقى مستعجل مثلا معاك رحلة ولا حاجة، تروح ايه واخد الرخصة طالع تجري عشان تلحق الرحلة ب 50 جنيه وانت واخد اصلا رخصة مش بتاعتك. فالموضوع ده مهم جدا. بص، في الغالب المشوار اللي انا رايحه ده هيكون عمال مهندسين شغالين صنايعيه بتاع، لان المنطقه اللي انا فيها شايفها كلها تحت الانشاء، والاكونت اللي طالب لسه 5 نجوم. فاعتقد حد ما بيطلبش اوبر كتير، يعني حد بيستخدم اوبر كل فين وفين، قام محمله عشان يخرج على بره على الطريق مثلا يركب مواصله تانية. في الغالب يعني اعتقد يعني من شكل الاكونت ومن المكان اللي انا فيه لسه مكان كله بيتبني، فما اعتقدش حد ساكن هنا. حد ممكن يكون شغال في شقه او في فيلا او في حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا كده وصلت على اللوكيشن. بقول لك انا لقيت الرحله من 7 دقايق. من 7 دقايق كمان؟ ملغيه. طب امال انا وصلت ازاي؟ لقيته بيقول لي 12 دقيقه ما اتلغتش. لا ما اتلغتش كده. انا جايب لي. خلاص ماشي. ماشي. ماشي العفو. حاجه يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. مش عارف. انا عامه ما برتاحش لاي رحله 5 نجوم دي. العميل 5 نجوم ده يعني لسه بقى ايه، مفهمش بقى، حد لسه بيستخدم التطبيق جديد مش فاهم فيه، حد ما بانش لسه، ما خدش تقييمات من حد عشان يبان شخصيته عامله ازاي. فيا اما بقى خازوق زي اللي انا فيه ده دلوقتي، يا اما بقى ايه حد تاني لسه ما انت بتستكشفه لاول مره بقى. فده في الغالب بقى تلاقي طالب على برنامج تاني وطلب عليه وراح وساب ديت. فعادي بقى خلينا ناخد رسوم الالغاء ونشوف يا اما هو كنسل يا اما استنى ال5 دقايق وكنسل. انا نزلوا لي 17 جنيه رسوم الغاء طبعا لان انا رايح له من مسافه كانت بعيده شويه. شايف ايه ده 26 كيلو 126 ازاي يعني؟ حط له 200 جنيه. حد الاقصى 190 180. مفيهوش عربيات وهو مقلل من السعر كتير يعني بالنسبه للرحله دي يا جماعه. البرنامج اندرايف 180 برضو مش اللي هي، بس هتطلعني عند ال5 ايه في الشغل شويه، وسعرها يعني مش وحش قوي يعني. طبعا زي ما انت شايف كده المكان اللي انا فيه، انا هنا في الشلاحات خالص، يعني احنا ايه في اخر التجمع. اماكن كلها يعني فيها اماكن ايه موجوده عادي شغاله زي ما انت شايف كده. اماكن كلها بقى مشاريع شغاله وبتاع. فهو تقريبا هو لوكيشن مديني الشمال ده، فهو تقريبا هنا. مش دي عمارة 11؟ اه ماشي ماشي. ده حاجة تاني، انت حاطط محدد اللي هو ميكسيم مول صح؟ هو ده.
اللقطة بقى النهاردة في برنامج اندرايف، النهاردة الجمعة وسبت، في 1% عمولة، بياخدوا منك 1% عمولة بس من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 12. ده معرفش العرض ده مكمل معانا لحد امتى، بس يعني ايه هو كويس، بتحس ان انت اللي اتفوتت عليه كله بتاخده. عندك 3 كيلو ماشي، حط له 50 ماشي. الو بص يا باشا، انا عند ماكسيم مول. خلاص تمام ماشي، انا في نفس الشارع اللي انت فيه، بس طبعا هضطر ادخل يمين في يمين لان مفيش انا هقول لك على حاجه، اجي لك انا احسن تلف اللفه دي، انت عشان لقيتها كبيره. هتعرف يعني تعرف تتمشى انت الحته دي ولا ايه؟ تمام مفيش مشكله. هي بعيده ولا؟ يعني لا مش بعيد. انا بص انا يعني بقى خليت المول على يميني وركنت في صف العربيات اللي على الشمال ده. ماشي، انا بتمشى اقول من على يميني ماشي. عاوزني برضه انا امشي لك دي كلها الفها لك عادي، ما فيش مشكله. يا باشا ليه ماشي معلش بقى مشيتكم كتير. ولا يهمك يا باشا، بس احنا لا يهمك، احنا شباب زي بعضينا ما تقلقش. عقبال ما تلف لنا اللفه دي ما هو جايب لي بص ان انا ادخل يمين في يمين اطلع تاني على الطريق. والله هو حتى انا بصيت كده لقيتك واقف في الشارع فقلت لا احنا نجي لك اسهل. المشوار مش حق اللفه اللي هتدفعها بصراحه. لا منطقة صحراء جرداء لا زرع. انت اصلا منين؟ هرم. منين من الهرم؟ هو من نصر الدين. انا من الطليان. مروتية قبل كرسة كده. والله يعني انا ايه ده بينا الوصلة شارع الهرم. الجو برو دي انت بتستلمها من الشركة ولا انت اللي جايبها؟ انا اللي جايبها. الشركة ما بتديش حاجة. طبعا. انا قلت فاهم ايه شركة اندرايف اتطورت ولا ايه؟ شغال بموتوسيكل؟ الموتوسيكلات برضه شغلها رايق يعني يعني انت موتوسيكل انت فاهم ما فيهوش صيانة كتير، وجع قلب كتير، وبقى زحمة بتاع بالظبط. وكمان بيفيدك في الزحمه، يعني ما تقفش بقى في كل ده، تشوف كل الناس واقفه انت في طاير. طب كده يعني تاخد انت لو هتعمر الموتور اصلا فاهم انت هتدفع 3000 جنيه لما تكون بقى ايه صارف. انا لسه صحابي شغالين موتوسيكل بقول لهم الكلمتين دول، يعني هو عايز، يعني واحد صاحبي عايز يبيع الموتوسيكل ويجيب عربية عشان هو معتقد ان هو يكسب اكتر. بقول له حتى لو انت تكسب اكتر هتبقى الفرق بسيط، والصيانه يعني انت جايب موتوسيكلك مثلا هو ب 50,000 هتروح تحط 500,000 في عربيه عشان مثلا تعمل لك 200 300 جنيه زياده في اليوم، مش منطقيه برضه، غير بقى الصيانه والكلام ده. انت اللي انت تكسبه من العربيه هتحطه في صيانتها. هو الشغل الشغل يعني مثلا كديلي وين درايفر وكده اريح في العربيه، بس انت قاعد اريح في العربيه، في عربيات. والموتوسيكل برضه خلي بالك خطر سواء في الصيف او في الشتاء، بهدله كده موتوسيكل. بس الموتوسيكل سواقته لما تسوق مثلا ايه، يعني انت مثلا ممكن تسوق في العربيه مثلا 5-6 ساعات وبعد كده تتعب شويه. الموتوسيكل انت لو سوقت ساعتين ورا بعض انت بتحس انت خلاص بقى فاهم. ايوه اعصاب برضه خلي بالك حبيبي. انا دي والله العظيم بجد بيركب معاك ناس بتكرهك في الشغل وفي حياتك وفي كل حاجه، وفي ناس تانية يعني بتركب معاك يعني بتحببك في الشغل وبتخليك شغال وانت مبسوط، بتخليك يعني بص بتحس ان انت والله مستعد ان انت توصلهم وتعمل معهم وتستناهم وتساعدهم وتعمل معهم كل حاجه من غير ما تستنى اي مقابل. يعني مش موضوع بقى فلوس، موضوع بقى ذوق واخلاق، حاجات كده نفسيا كده بتفرق مع الواحد. ف بالنسبه الاكبر خلي بالك اللي بيركب معاك كل يوم والله بنسبه 90% من النوع المحترم، من النوع اللي هو التاني دوت. يعني ممكن نقدر نقول مثلا من كل 5 رحلات تلاقي واحد، من كل 10 رحلات تلاقي واحد، الكلام ده. ف الحمد لله. يعني في غيره بيحتوينا علبه الكشري. لا طبعا. هناكل علبة ب25. دايما خليك من 35. ممكن برضه. وعنده طواجن ولا؟ لا ابو طارق لا. ما بيشتغلش بطواجن هو كده. ماشي. انا بتحرك دلوقتي اجيلك عند الجوي ناكل علبتين كشري. ماشي. راح اجيب الكشري خلص الرحله.
بس عندنا بقى الواجب ده المرة دي بقى. ايه؟ بقول لك عندنا الواجب ده المرة دي. لا عيب عليك والله ابدا. نروح بقى كده ايه، نحط بنزين وناكل ونظبط نفسنا ونكمل شغل تاني. زي ما قلت لكم ان احنا في التجمع الدنيا هتبقى ريت، او يبدا مثلا يبقى في مثلا رحلات باسعار كويسه، عايز تتفاوض الكلام ده كله بيبقى مثلا من اول الساعه 10 لحد الساعه 12 او واحدة قدام المولات. انا هنا ايه يعني بدات خلاص اقرب ناحيه الداون تاون، ممكن اقف شويه اخد رحله، ما لقيتش ممكن مثلا ادخل كايرو فيستيفال. انت مثلا لقيت نفسك على 90 ممكن تقف عند الووتر واي الفايف ايه الناحيه التانيه. مش شرط مكان معين، ولكن المكان اللي انت بتتوقع ان هو يجي منه رحلات في التوقيت ده. فاحنا دلوقتي معانا من بدايه من 10 ل 12 كمان. في ماتش كوره دلوقتي هيخلص الساعه 12، فمن المتوقع برضو بعد 12 تلاقي ريت كويس. فاللي عايز اوصله لك ان انت دايما بتشوف الوقت اللي انت فيه مع المكان اللي انت فيه. شوف بقى وقت سينمات، وقت حفلات، وقت مولات، وقت خروج افراح، ايا كان انت بتشوف التوقيت ده ممكن متوقع يكون فيه ايه، حد خارج من التوقيت ده فين، وبتقف في المكان اللي هو فيه. فانا زي ما بقول لك انا الداون تاون اهو قدامي، بنشوف كده رحله تكون رحله طويله بسعر كويس. ما كانش ممكن ندخل كايرو فيستيفال لان ده اقرب حاجه ليا حاليا. عند النافوره. اللي هي البوابه بتاعت النافوره. بتاعت النافوره صح؟ هي لو سمحت، هي دي بوابه 8 ولا بوابه كام؟ هي دي بوابه 8. انت واقف فين؟ انا عند بوابه 8 بس من بره. هدخل البوابه يعني جوه؟ احنا جوه. خلاص ماشي. ماشي، سلام. سلام. ده في ايه؟ ليه كده؟ ليه العنف ده؟ ليه ريما العنف؟ انا اتخضيت. تروحين بتكل على اول شارع الهرم صح؟ لا براحتكم. هقفلوه ولا ما قفلوش؟ احنا طالبين كومفورت اصلا صح؟ ايا كان، انا كومفورت مش كومفورت عايزين شغلوه شغله له. هي بتقولت فيه صح ولا قالت لي شغلوه؟ لا سيبه ماشي. انا كده كنت مشغله اصلا. عادي ونزلنا المحور الجديد اللي هو بتاع الشارع ده اسمه ترعة الزمر، ولا هتخش ترعة بالظبط كده. اوكي. بس هو دايما بيجيبنا من ناحية الجيزة بقى ونقعد نمشي نلف عشان نرجع. وانتوا رايحين فين؟ احنا رايحين بعد ما نشوف العظيم دي يمين الجاي ده ولا؟ ايوه يمين الجاي ده. ماشي. هي مش عارف عضلاتها مقوية قلبها ليه كده. 12. فطبعا الحمد لله اليوم النهارده كان كويس، ولكن برضو ايه زي ما قلت لك انا يعني يوم الجمعه في الطبيعي الفتره بتاعت الصبح دي ما بشتغلش تجمع، يعني لحد الساعه 8 يفضل اشتغل وسط البلد يكون احسن. بتلاقي ريت كويس على مدار اليوم والدنيا بتبقى رايقه مفيش زحمه. فانا شايف شغل الجمعه في وسط البلد بيكون افضل، وتطلع بقى التجمع او زايد بالليل تاخد الرحله اللي انت تروح بيها. ولكن هي جت معانا النهارده كده
ان احنا طلعنا التجمع. المشوار بتاع الصبح كان حلو وكده، ولكن برضو زي ما قلت لك يوم الجمعة شغله في كل حتة بيكون احسن يعني. بس فربنا يرزق الجميع. اوعى بقى التليفون، ويلا سلام.